لما تتحط في مكان كبير قوي زي مدرب منتخب مصر، انت المفروض اعلى مدرب مصري كده، اتحاد الكوره شايفك في مصر. ف حسام حسن احنا عارفين مش من الناس اللي ليها حبايب في اتحاد الكوره زي ما بيقولوا، بس فكره ان انت تتحط في مكانه زي دي انت لازم تتعامل ان انت قد المكانه دي. فكره التصريحات وفكره ان انت تطلع ترد على اعلاميين ده مش صح. انت كده بتعادي كل الناس، في المقابل انت ما قدمتش اللي احنا مستنيينه. اي حد كان هيصعد كاس العالم، اي حد كان هيصعد كاس العالم، اي حد كان هيصعد كاس انت ما عملتش اي حاجه جديده. لكن فكره اللي انت بتعدي كله وطلع تقول انا معايا اتنين لعيبه دوليين وربع، انت كمان بتعدي اللعيبه بتاعتك. الفكره بتاعت ان انا حسام حسن انا ضد الكل، انا واحد ضد الجميع، دي مش هتنفع. لان طبيعي اي حد بيبقى ليه انكسارات وانتصارات، انت ما بتخليش الناس معاك في الانتصارات، فلما تيجي انكساراتك ما فيش حد هيقف معاك. ودي الحاجه اللي لازم كابتن حسام يتعلمها. انت ما عملتش اي حاجه تخليك، يعني ايه، انت ما عملتش انجاز تاريخي، انت مش الجوهري، انت مش حسن شحاته. فلازم الصبر لحد ما نحقق حاجه، بعد كده نطلع نرد